الحكايه يا اسلام؟ معلش بقى يا عم شوقوب. في ايه؟ الاستوديو فاضي وفي كركبه. معلش يا ابني شوقوب معلش. يا ابني معلش اتفضل يا ايه؟ عم شوقوب. فين ميار؟ معلش بقى ما جاتش النهارده يا عم شوقوب. ايه؟ ما جاتش النهارده يا عم شوقوب. لا انا ماليش دعوه، ما جاتش انا لبست الجزمه ولبست البدله، حسابي موجود. ماشي يا عم شوقوب. بلغ البتوع الانتاج. ماشي خلي بالك بس من السلك. سلك ايه السلك ده؟ ما تقلقش في كهرباء، شيل الفيشه انت بس عشان ما تتكهرب. يعني ده بيكهرب؟ بيكهرب يا عم شوقوب معلش. واللي هناك ده بيكهرب؟ كله بيكهرب يا عم شوقوب. طب نعمل ايه يعني؟ نقعد؟ يعني نشيل الفيشه انت يا عم شوقوب. شيل الفيشه انت يا عم شوقوب، انا بعمل كل حاجه. ماشي يا عم شوقوب. كهربونا بقى نموت عندكم قتل. والله انا ما فارق معايا وحياة ربنا. انا جيت خلاص. يا اخوانا عايزين مذيع. أنا جاهزة ومذاكرة كويس قوي. حطوا بطيخة صيفي في عبكم. ايه ده؟ هو في حد بيبيع بطيخ يا اخوانا في اللوكيشن؟ أنا جيت. لا مؤاخذة يا بشاوب، كنت بشطب وشي مكياج. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يا اخوانا يبقى قروا ولا حاجة؟ ايه اللي دخلوا الاستوديو دول؟ مين دول؟ انت ايه يا ايه ده؟ انت بتنضفي فراخ؟ انت بتنضفي يا بنتي؟ طب خدي دقنك قبل ما تيجي بقى. معلش يا اخي طشي، قصدي تاتشي. دي مين دي؟ انا المذيعي وهبه عبد الوهاب بدل الاستاذه ميار. انت هرجع، ما تعمليش الحركه دي تاني. يا اخوانا انا ممكن اجي وقت تاني لو انتوا نفسيتكم تعبانه ولا حاجه، في مشكله. انا مش كده خالص. لا انا همشي. ابا شاوب لا همشي يا احمد. سيا عليك النبي ما تمشي. ابوس ايدك يا بشاوب، ده انا بحلم باليوم اللي اقعد فيه قدامك. وحياة ربنا انا بحبك. طب جربني والله العظيم شاطر، والنبي تديني. ما كنتش انت تديني الفرصه، مين هيديها لي؟ يلا هنديكي فرصتك. 3 2 1 اتفضلي. يزيد فضلك يا اخويا. اعزائي البندريين، اعزائي الفلاحين، من اسكندريه للسنبلاوين. دي ليله زي الطين انا عارف. اتفضلي يا حبيبتي، ده التجويد ده رائع. انت هايله. دلوقتي جه ميعادنا مع برنامجكم المحبوب المرغوب الكركوب، عمنا ابا شاوب. وليه ابا؟ ما كركوب محبوب مخروب اي كلام. عمي شاوب بكبر دوري. دورك ايه ويومك اسود؟ ما تخلصي. اسكت يا بشاوب، انت ما تعرفش انا تعبت قد ايه. والله العظيم تعبت واتعذبت واتذليت للي يسوى واللي ما يسواش عشان اجي معاك في البرنامج ده. انا عرفت مين اللي جابك هو اللي ما يسواش. لو اعرف اطلع عينه. اصل انت ما تعرفش يا بشاوب، انت ما تعرفش. اهل البلد كلهم قاعدين دلوقتي ومستنيين يتفرجوا عليا، مش مصدقين اني هطلع مع بشاوب. ده وهيتفرجوا عليا انا كمان. اي والله الناس بيحبوك حب مش قادره اقول لك. كلاتهم مستنيينك دلوقتي. ايوه يا بنتي، في موضوع للحلقه كل مره بنعمله، لو انت بتتابعي يعني. انت بتشوفي الحلقات؟ امال ايه يا بشاوب؟ ده اني ما بتحركش من قدام التلفزيون، ده اني بتفرج لغايه ما نظري اتلحس. يخرب بيت اللحس. ده زمانهم في البلد دلوقتي بيحسدوني. انت شايف البتاعه الزرقاء دي؟ اني جايباها عشان تتدب في عينه رصاصه اللي يشوفني وما يصليش على النبي. طب ده عشان عين الحاسوب يا بنتي. انا بس عشان انا حاسس ان دماغك مليانه خرافات كتير. الخرزه الزرقاء يا بنتي لا علاقه لها لا بالحسد ولا بتعمي عين حد. طب ليه خلوها زرقاء؟ ما كانتش خضره ولا حتى سودة؟ لا هي سودة، هي يا بنتي مش زرقاء، هي سودة فعلا. يا بنتي ايه؟ يا بنتي دي خرافه يا بنت. نتكلم بقى على حكايه الابراج. ايه حكايه الابراج دي؟ ابراج ايه؟ ابراج الحمام اللي في بلدكم؟ ابراج ايه؟ لا ابراج الحظ، يعني اللي كل واحد يقول لك اني برجي مش عارفه ايه. برجي يعني كده يعني. لا فهمتك انا. انت قصدك الابراج اللي الناس بتتابعها الابراج الفلكيه. ايوه زي برج الحوت برج الثور، الحاجات دي يعني. لا دي خزعبلات يا بنتي. بيبقى واحد صحفي قاعد فاضي طول الليل، مطلوب منه حاجه عشان السبومه، يروح كاتب برج الحوت هيغرق في المشاكل، برج الجدي هينطح مراته، برج الحمل هيتحمل اي هزي يعني. والناس بتصدق. يعني البني ادم مش بيعرف حظه من الابراج دي؟ يعني ايه يعرفوا ازاي؟ يعني فرضا برجك انك اقتل مراتك واسعد بحياتك، اروح انا اخش السجن عشان البرج؟ اني مصدقاني مثلا برج الدلو. انت؟ ايوه. الله، طيب عشان كده كلامك طالع مدلدق والفاظك زباله. اني يا بشاوب على ما اسمع والعلم لله ان فيه ابراج
لو وقعت قصدي بيقعوا في بعضيهم بيبهدلوا الدنيا. الابراج اللي بتقع الابنيه مخالف، هي الابراج المبنيه مخالف، تلاقيها على الدائري وتلاقيها على المحور، هي دي اللي بتقع. أنا مش قصدي كده، أنا قصدي إن فيه أبراج ممكن يتجوزوا مع بعضيهم ما يتفقوش ويجيبوا من الآخر ويسيبوا بعضيهم. انا فهمت انت قصدك ايه. هو في الخزعبلات قال لك ان في ابراج مائيه وابراج ترابيه. لا دي تبقى حياتهم طينه. ده اي كلام يا بنتي. أنا ليا واحدة صاحبتي كانت معايا في دبلوم زراعة. دبلون؟ كانت معاكي في الدبلون؟ دبلون زراعة. هي كانت برج الحمل واتجوزت واحد طور، وبعدين ما اتفقوش مع بعض خالص وخدوها من قصرها كده واتطلقوا. صاحبتك حمل وجوزها طور واتجوزوا. ده يا بنتي حتى في الحيوانات ما ينفعش يا اما، ما ينفعش يا حبيبتي. الحمل يتجوز طور يجيب ايه؟ طور ممأمأ يا بنتي. ازاي يا بنتي؟ هرس انت بتاكلي ايه؟ تاخد حته بلاش قاعده على الناس والجمهور وداخله البيوت. فلفل ارمي يا بنتي، ارمي اي حاجه تبل رقنا بدل النشفان اللي احنا قاعدين فيه. فلفل. طب يا صحيح، هو يا بشعوب هو فيه في الابراج ما تاكليش وما تتكلميش والاكل في بقك. مش علموكي كده في البلد؟ ما تزعلش يا بشعوب. احنا معانا تقرير، خلينا نطلع بقى للناس ونشوف عشان يبان كدبك، يمكن تنبط وتعرف ان الابراج دي علم والناس كلها معترفين بيها. انا انبط؟ طب وعماله تقولي لي ابا شعوب ايه لازمه اهلها؟ انزل بالتقرير بتاع الشارع عبال ما اشوف ام البنت دي. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي، انبطي يا حبيبتي. التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. انت بتصدق بالابراج؟ يعني احيانا. انا الصراحه بص يعني ما تخشش في دماغي. ابراج طبعا، ابراج دي كل حاجه يعني. وانا نازل الصبح كده لازم اقرا برجي عشان انزل اشوف انا عامل ايه. يعني مش قوي. بس لا مش قوي. لا طبعا. لا انا ما بؤمنش في الحاجات دي الصراحه خالص. لا يعني ساعات يعني لحد ما مش قوي يعني. لو دلق القهوه خير تحب يدلق عليك كام فنجان؟ ممكن كام فنجان يعني؟ 5 مثلا، 5 6. يعني ممكن كفايه 2 عشان القهوه بتبقع. ما بشربش قهوه اصلا. لا قشطه عادي ندلق كتير لو خير 13 14 فنجان بحبه بقى. ليه الناس بتتشائم من القطه السوداء والكلب الاسود لا؟ لا بالعكس، يقال ان الكلب الاسود لما بيكون في كلب اسود بالليل بيبقى لابسه شيطان، انما القطه السوداء لا. بس انا مش بامن بيهم عموما لان انا بحب الحيوانات ما بخافش منها. القطه السوداء دي بتخوف لكن الكلب ما بيخوفش، يهوهو. القطه بتنونو. انا بتشائم من الكلب الاسود، بخاف من الكلب والاصفر والابيض. تخيل انت بتخاف من الكلاب؟ من الكلاب اصلا. بيقولوا عليها شياطين وكده بس يعني ده ناس وناس. بيقولوا انها بتطلع بالليل يعني لو ضربتها والكلام ده كله. ضربت مين؟ ممكن عشان اجابه واضحه وصريحه. صح انا قلت كده. خلصي. تعرف يا بشعوب ان الابراج العربي عندنا يعني في زيها صيني؟ يعني مضروبه جامد صح؟ تقليد يعني ولا ايه الابراج الصيني دي؟ يعني احنا حدانا القوس والجدي والحوت، هم حداهم الكلب والقرد كده يعني يا بشعوب. لا انا شفت القرد ده ما شفته، انما يعني هم عندهم كل الكائنات دي ونسيوا الحمار. مفيش حمار. لا في الحمار اللي بيمشي ورا الابراج والكلام العبيط ده الحمار. انا عندي بنت خالتي بتتشائم من 13. قال لها ايه حكايه 13 دي؟ كل ما يجي يعني سيره كده 13 يجي لها يعني تقعد تتنكت كده ما تفهمش هي مالها. لا يمكن رقم 13 مزنوق ما بين ال 12 وما بين ال 14 فيقعد حرك كده. ايه اللي 13 يا بنت؟ الخرافات دي مش نفضي دماغي. لا ما فيش كده يا حبيبتي. اكيد لها حكايه. انا عايزه اعرف ايه حكايه 13 دي. قول لي يا بشعوب. احكي لك خزعبلات الناس تصدق. هقول لك هم اساسا قالوا ايه. قالوا ان قابيل قتل هابيل يوم 13 في الشهر. انما البحث الجنائي وتفتيش النيابه اثبت ان قابيل اتقتل يوم 12 بالليل اي صباح 13.
ده اللي قالوه. فقال لك يبقى يوم 13 يوم اول قتل نفس بشريه، صح؟ فيبقى يوم سوق، يوم نحس. طب هل ده منطقي؟ مصدقه انت؟ عن نفسي لا اشكالك انت تصدق. انت عارف يا بشقوب ان كل دار عندنا في البلد عليها كف على قفاه؟ لا، على الباب، يعني تفتح كده يطص الكف في وشك. يطص الكف في وشي؟ يعني اللي هيدخل مش انت يعني يا بشقوب. يعني الكف كده موجود على الباب ده عشان ايه يا حبيبتي؟ يعني نعمل ايه بالكف اللي حاطينه على الباب ده؟ يعني بيقولوا يعني انها بتمنع الحسد يعني وكده. تمنع حسد ايه؟ طب فرضا يعني إيه اللي داخل على البيت احول ما شافش الكف وشاف اصحاب البيت ايه يموتوا؟ يا بنت ده عبط. استبر بس يا عم شقوق. الو مين؟ الو مين؟ عمار من شبرا. السلام عليكم. عليكم السلام. اكلم عم شقوب والله. أنا معاك وهبة وهبة عبد الوهاب زينة المذيعات. اهلا وسهلا، العواف عليك يا اختي. اكلم عم شقوب. يا عم شقوب السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اسمه ايه؟ عمار. ازيك يا عم شقوب؟ الله يخليك يا حبيبي. عم شقوب انا بعتب عليك، مستوى الحلقه نزل خالص. وبعدين فين الاستاذه ميار؟ يعني معلش انا مش عارف. نزل خالص. نزله شعبيه تجيلك تقطع صدرك. ايه ده؟ ده مفيش ذوق. نزله شعبيه لما تاخدك؟ انا ده ضيف. الله ده متصل، عيب له الحقوق. اقعد عوج وانتصل عدل يا شيخه تنيلي. يا اخواني يا جماعه، انا بعتذر الحلقه هنا. انا مش عارف الاستوديو تقريبا بيجددوا ولا بيغفقوا ولا ايه، سلوك عريانه واشكال لا انزل بها من سلطان. يا حبيبي عمار، ايه سؤالك يا حبيبي؟ عايز ايه؟ قول اتفضل. انا بسأل بس يا عم شقوب لو سمحت. انا برج الثور، يا ترى برج الثور بيتوافق مع برج الحمل؟ طب اقفل يا عمار، اقفل يا عمار عشان اسئلتك زيك. والله انت ما تستاهل غير زينة المذيعات هي اللي تكلمك وتقول لك نازله شعبيه. انا عمال اهتي الهسهس اللي عندكم ده، كل واحد يقرا البرج بتاعه يجي له هبل، هيبقوا زي كده. يا لهوي يا مسبتي، يا خرابي يا خرابي يا خرابي. سعاد والنبي قومي حضري لي الغدا لحسن راجع من الشغل واقع من الجوع. اسكت يا علي، انا لسه قاريه البرج بتاعي دلوقتي، بيقول لي لا تقتربي من مطبخك او تعتبي ناحيته ابدا. اهو اقرا بنفسك، حريق هائل في مطبخك قد يعقبه الندم. ده في انهي جورنال الكلام ده؟ في الجمهوريه اهو. طب وصلي لحد التلاجة افتحي لي علبة تونة اطفحها تنيل اكل. لا يا علي، كله الا التلاجة. انا قريت النهارده البرج في الاهرام كان بيقول لي لا تقتربي من التلاجة قد تتجمدين. امر لله، هكملها صايم للمغرب. يبقى احسن برضو يا علي، ده حتى يبقى دايت علشانك. طب غسلت هدومي؟ اهلا، جيت لي بقى في ملعبي. اهو لسه قاريه في الوفد النهارده بيقول لي ايه البرج؟ ماس كهربائي في غسالتك، احذري الغسيل اليوم. طب ذاكرت للعيال؟ عندهم امتحان بكره. يو بقى يا علي، بص انا جبت العيال وقعدتهم قدامي، كان نفسي اذاكر لهم وافرح بيهم، بس فجأة لقيت جورنال الاسبوع في وشي، قريت البرج، لا فائدة، طريقك مسدود مسدود. يعني كده كده مش نافعين. ما شاء الله، حياتنا كلها ماشيه على مزاج ابراجك. ايوه، لا ناكل ولا نشرب ولا نتنضف ولا نتنيل ولا العيال تذاكر عشان برجك عايز كده. طبعا ملعون ابو دي ابراج، واللي يمشي وراه يبقى مجنون رسمي. لا يا علي، اوعى تقول كده على الابراج، ما تقولش كده. ده لولا الابراج يا علي كان زمان المطبخ مولع والغساله عامله ماس كهربائي والثلاجه مجمداني والعيال كده كده مش نافعين. بتضحك على ايه؟ اصل برج بيقول زوجتك المجنونه بدلها بزوجه حنونه. والله وانت بقى تاخد بكلام الابراج؟ اصلا ده كلام تخاريف، واللي يمشي وراه اساسا يبقى مجنون. ما تقوليش كده يا سعاد، ده لولا الابراج كان زماني مصدق انك لسه حنونه. غوري على بيت ابوك يا مجنونه. بص يا بشاوب، انا كنت اعرف زمان كانوا بيعلقوا مقشه صغيره وفيها دبوس. تفتكر الدبوس ده بيمنع الحسد ولا المقشه؟ لا،
الدبوس بيتخرم في عين الغبي، والمقشه بتمنع النظافه. عم علقين المقشه على الحيط، هيكنسوا امتى؟ هيبقى البيت مزبله. وبالنسبه لموال الاحلام ده ايه السؤال؟ ايه برضه مش مقتنع انت بالاحلام؟ يا سلام. ولا ايه؟ لا بصي يا بنتي، في احلام بتبقى ناتجه عن اللي بيحصل لك في الشارع، فبيتخزن في عقلك الباطن فتحلم بيه بالليل. عامل زي اللي بقول لك الجعان بيحلم بسوق اللحمه، صح؟ فانت تبقى نايم جعان فتصحى تلاقي نفسك واكل لحمه وشارب لحمه، كله لحمه. يا بنتي في احلام بتبقى من عقلك الباطن، وفي احلام بتبقى جايه من الاجتهاد اليومي، وفي احلام في ارب ايدول، دي الوحيده اللي اعرفها. طيب انت مش مقتنع بكل الحاجات دي، ايه رايك بقى في موضوع امنا الغوله ام وفي؟ الله، امنا الغوله، انت اتربيتي يا بنتي كلنا على التاريخ الجميل. ايوه امنا الغوله طبعا. مقتنعه؟ على الاخر. على الاخر. ايوه. لا ده تعالي، انتوا اتربيتوا غلط، انتوا الدماغ بتاعتكم سواسه. يلا يا حبايبي بقى اشربوا اللبن عشان تناموا. لا هو السخن يا تيتا. سخن قوي. معلش يطي اشربي يطي عشان تنامي. طب اقول لك حاجه يا تيتا؟ ايوه. احنا مش هنشرب اللبن غير لما تحكي لنا حدوته من الكتاب الحواديت ده اهو. انا هسيبه يا حاضر. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في زمان أميرة حسنها فاق الحسن، جسمها أرق من الغصن، وفي يوم نزلت الحديقة لأجل تجمع الزهور كالعادة. لقت نفسها برا القصر والظلام بدأ يخيم على المكان، ويا ريت اللي جرى مكان. ايه حصل؟ باب القصر اترزع وقلبها دخلوا الفزع. ظهر في الجو ريح عاصف ومخلوق ب3 روس، وشعره محلوق بالموس، وضحكته زي صوت الجاموس. وصوت البوم جاي من بعيد. بصت على رجله لقيتها رجل معيز. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث، ده ابو رجل مسلوخه يا سناسوخه. حاولت الاميره تفلت لكن رجليها تقلت. مد ايديه الطويله يجيبها، مسك ومش راضي يسيبها. فضلت تصرخ الاميره، فضلت تصرخ وتنادي يا ابويا يا بابا يا دادي. ووصلت لباب الدار خبطت تستغيث. الحقوني خرج منه شاب شجاع، لمحه ابو رجل مسلوخه قال الوداع. هرب وبلغ فرار. اتنهدت الاميره في راحه والتفتت للشاب تشكره. لقيت امنا الغوله بتنشره وبتشوي لحمه على النار. ايه ده؟ ايه يا حبايبي؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ هي الحدوده ما عجبتكمش ولا ايه؟ ايه الريحه البايخه دي؟ انتوا عملتوها زي كل يوم؟ احنا جالنا دلوقتي ايميل من اسماء الطلبه المتفوقين ابنائنا اللي بيتابعوا البرنامج من مدرسه اللغات الرسميه بنات بالشرقيه، فاجوز الشرقيه، فصل 3 أول. اسامي المتفوقين عشان ولادنا يجتهدوا، البايظين لا. دنيا، ما شاء الله، شاهد، ما شاء الله، منى، ريم، حلا، نور، ريم، حنين، ريناد، بسملة، وآية. تحية للشرقية والمجتهدين في الشرقية. دول مش بتوع الدبلون، ايوه ربنا معاهم. معاكي حاجة تاني ولا خلاص كده جبرت ولا ايه؟ امشي معانا فيه ضيف. وبتعملي كده فيه ضيف؟ ضيف ما تدخليه بقى ماسكة منديل احسن. بيقولوا عليه دكتور.
دكتور بيقولوا مش دبلون طبعا، مش دبلون. لا. طب دخليه عبال ما اوصل بكتير. اشوف اي حاجه. دخليه. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. وحشتيني يا سهى، 5 سنين عدوا عليا وانت بعيدة عني. وأصادف حب جديد. يا مراد مش هينفع نرتبط ببعض، انت موسوس ومتشائم ومن كل حاجة. أنا يا سهى؟ ايوه يا مراد، انت بتغسل ايدك 20 مرة في اليوم. مش ذنبي ان انا ابن ناس يا ناس. سهى مراد، ده ايه الصدفة الغريبة دي؟ اتفضلي استريحي. اوكي. تخيلي يا سهى، 5 سنين بعد ما خلصنا جامعة مع بعض وانا قاعد في نفس المكان واطلب الاتنين العصير البرتقال واشربهم لوحدي، لدرجة ان انا ربيت كرش يا سهى وبهت على القميص. طب وانت بتعمل في نفسك كده ليه يا مراد؟ ما انت عارفة يا سهى ان انا بحبك. ايه ده؟ انت بقيتي قاسية قوي. ما خلاص ايامه راحت لحالها. ما تقوليش كده يا سهى. عموما انا كنت جايه هنا اقابل واحده صاحبتي، وكويس ان انا شفتك قبل ما اسافر. ايه؟ انت مسافره؟ ايوه. امتى؟ مسافره بكره. انت يا بنتي ما بتقريش جرايد ولا ايه؟ كل يوم والتاني الطياره الفلانيه اتقلبت، الطياره الفلانيه اتفجرت. هتقولي لي ان في اجراءات امنيه، صح؟ وفي ستره تحت الكرسي، عارفها. افرضي وانت بتلبسي الستره السوسته ضربت منك، هتعملي ايه؟ وساعتها نفترض يا ستي ان انت لبستي الستره ونطيتي في المحيط، السمك وبربور البحر هيقرفك. يا مراد اسمعني، انت مش فاهماني. افرضي يا ستي طيار بيهزر مع طيار زميله وفساله العجله، فساله الكاوتشي بتاع العجله، ده وارد يحصل. ممكن الكاوتشي لما ينزل في الارض هيعمل دردره، والدردره هتعمل شرز، والشرز هيفجر الطياره. اسمعني يا مراد، انا اصلا مش مسافره. انت هتقولي لي عارف مسافره بعباره، افرضي العباره يا ست الناس حصل فيها خرم، هتعملي ايه؟ الله. مراد اسمعني، انا اصلا مش مسافره ولا بالطياره ولا بالعباره. انت مش فاهمه، انت مش فاهمه. هتقولي لي مسافره بالقطر، افرضي في قطر قابل قطر قدام منه وباسوا بعض الاتنين وانحرفوا عن المسار، هتعملي ايه والقطر انقلب؟ مراد انا مسافره اسكندريه اصلا احضر فرح بنت خالتي. نفترض ان انت رايحه فرح بنت خالتي ودخلتي الفرح، ظهر شاب طايش ضرب نار بالمسدس، جه في دماغك، طرطشتي دم على المعازيم. تقدري تقولي لي المعازيم هتجيب مساحيق منين لكل القمصان دي؟ طب افرض انت بقى يا مراد وانت ماشي كده عربيه جايه مش واخده بالها وطيارتك على الناحيه التانيه خدت اجلك، ولا سقف البيت كده وقع على دماغك وخد اجلك، ساعتها قول لي انت هتعمل ايه؟ ايه ده؟ فلا الله ولا فالك. ما تفتكري لنا حاجه حلوه يا اختي. يسعدنا اليوم اننا نستضيف الدكتور فهمي حلاوه روح، العالم الفلكي العظيم وزميل الكليه، قصدي الجمعيه الفلكيه الامريكيه. اهلا بك يا دكتور. اصطبحنا وصباح الملك لله. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين واهلا مستر شاوب. مستر انت شايفني لابس برنيطه بقول لك تشتري كلب مثلا؟ ايه اللي مستر؟ اسمي عم شاوب. دكتور فهمي، نعم يا فندم. سمعنا عن منظريتك في الارواح بعد وفاه البني ادم، انها بتروح لبني ادم تاني. ايوه. تقدر تشرح لنا ازاي او يعني هاو المنظريه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا بنتي، انا هكون صريح معاكي في الصراحه وهجيب لك الروح كده على بلاطه. الله يا دكتور. ربنا يخليك. صريح في الصراحه. ايوه يا فندم. لا حقيقي في الحقيقه اتفضل. الحقيقه ان الانسان لما بيموت، واخد بالك، قصدي واخده بالك، او هي دي مذيعه مش باينه مالهاش يعني تعامل ككائن. وهبه واحده عبد الوهاب. شفت التقطيعه دي؟ شرقيه بس ورمه، انا شايفها ورمه يعني. خلينا ما علينا، خلينا في الروح. الروح لما الانسان بيموت الجسد يعني فاني. الجسد ايه يا فندم؟ بيفنى يعني. يفنى؟ ردود وحركات كده بيصعد يعني. لا عالم. لا عالم. انا مش شايف البرنامج بيجي في دكاتره وعلماء مهمين. اما الروح بقى يطلع فوق. واخد بالك انت؟ على راي الاستاذ الكبير عبد الباسط حموده، عشق الروح ملوش اخر، لكن عشق الجسد
مفيش فيه كلام، مفيش فيه كلام. الله يا ده استاذ، حقيقي حقيقي. الله ينور عليك. فين بقى الروح راحت فين بقى؟ ها مين يقول؟ قولي انت الروح راحت فين؟ الروح راحت فين؟ ايوه التلاته راحت فين؟ البت والكوتشينه. يلا انت حاوي يا عم. ايه روحت فين؟ ما قالتلناش والله. بعتت لك مسج. قول. الروح بتسكن وتسبح. تسبح يعني سابت الجسد عشان تروح تعوم. تسبح ايه يعني؟ يعني انا قلت لك ارواح ماتت في الاولمبيات، انا بقول لك الارواح تسبح في عالم الارواح وتسكن جسد اخر. فهمنا اكتر يا دكتور. انا ببني نظريتي على الانسان وملامحه واربطها بالماضي. يعني مثلا بعمل علاقه بين منظره، شكله، حركاته، همساته، لمساته، مسجاته، رناته، الحاجات دي كلها. رناته ايه؟ انت بتبني الشبكه الرابعه. ايه اللي بعمل ببني في دماغه وتطلع اللوجوهات ورناته ايه؟ دي حاجات مهمه بربط بيها بين الانسان وبالماضي بتاعه. الله، يعني اني مثلا قدامك اهو قمر، طبعا. تفتكر اني كنت فين في الماضي؟ في الماضي يعني انت عارفه حضرتك انت ممكن تكوني روح فلاحه مثلا من ايام البيزنطيين. الله عليك، يعني ايه بيزنطيين. بيزنطيين ده شتيمه؟ لا ما الله عليك، دي شتيمه مش عارفه؟ لا لا تقريبا يعني حاجه حلوه. استنى بس يابا لا شقوق. يا بنتي. ومعانا اتصال تليفوني. مها من حلوان. ايوه يا مها. الو. الو اهلا يا حبيبتي، ممكن اكلم الدكتور فهمي؟ قوي قوي يا روحي. الو يا دكتور. تليفون علشانك يا دكتور. عشان انا؟ ايوه. انت عرفتي منين في تليفون جاي؟ لا عندنا يا في اخوانا انتوا فاهمين بعض صح ولا انا اللي فاهم غلط؟ يا دكتور التليفون هنا. ايه تليفون. قول الو. الو. عندكم انتوا؟ الو. ايوه يا دكتور، انا عندي مشكله. اتفضلي. انا تخينه وقصيره بس اموره، وعندي وحمه في كتفي الشمال. تفتكر كنت مين زمان؟ تخينه وقصيره واموره بتتدحرج يعني وحلمه في كتفها الشمال. بس اكيد تبقى الاميره جهاد. الله عليك صح؟ الله عليك يا حبيب والديك. العلامه في كتفها هي جهاد. الله ينور. طبعا. ومعانا اتصال تاني. الو. جمعه. معانا جمعه من الفيوم. الو. يا جمعه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا جمعه؟ عامل ايه؟ اخبار الفيوم على حسك ايه؟ تمام والله. يا ريت بقى شويه جبنه قريش كده وفطرتين وانت جاي. تأمرني يا دكتور. ربنا يكرمك. اؤمر يا حبيبي. بقول لك يا دكتور انا طويل ورفيع وعينيا مبرقه وعندي وحمه في كتفي الشمال. لا بتاعتي دي بقى سيبها. بتاعتك انت؟ بتاعتي مش الاولانيه اللي كانت في اليمين كانت الاميره جهاد. ايوه. ده الثانيه صح؟ يبقى الامير محمود. انت يا ابني كنت الامير محمود. ايوه. يا احمد. ايوه. يا ابني اقفل انت اخفى يا سياده الامير. يا احمد ما سيب الاتصال مفتوح، جايز عمك حسين رياض يتصل نقول له لقينا الامراء. خلاص منور يا دكتور. ربنا يخليك يا منور. ربنا يخليك. معانا اتصال تاني. روحيه من القاهره. اتفضلي. الو. ايوه. انا روحيه مرات الدكتور فهمي. يا فهمي. والله كنت حاسس. ايوه يا روحي. المدام. ايوه يا روحي. قول يا روحيه. ايوه يا روحي. ايوه. انا بس بفكرك يا اخويا بميعاد جلسه الكهرباء بتاعتك النهارده، ما تنساش تاخد حقنه الاعصاب. ايوه. انت بتاخد جلسات كهرباء يا دكتور؟ يعني والله. حاجات. لا دي بسيطه. ما استني يا روحيه ما تقلقيش. يا دكتور امسك كده يا حبيبي. ناولني ايدك. ناولني ايدك. سمي يا اختي. نمسك الحته الجميله دي. بص يا حبيبتي دوس انت هنا. الله. دوس انت هنا انا عارفكم. الله. يا احمد ما تقلقيش يا روحيه هنشحنه.